الأخ الشقيق الأرباوي إبراهيم الذي استشهد في السنة الماضية ليلة 1 نوفمبر 2021. وصفوا من طرف العدو المغربي، والذي إلى يومنا هذا لا يملكون أي وثيقة ثبوت الوفاة لا توجد، أو محضر تاع درك أو تصريح. اليومنا هذا رانا هذا الناس بلا محيين، ونوجه هذا النداء لرئيس الجمهورية، وهذه الوثيقة رانا نحتاجوها في المصالح الإدارية من أجل ما نسوي وضعية هذه الذراري. هم عندك هذو راهم أيتام ومدين حميدة، هذو دركا يعني كيفاه يعيشوا هذا؟ يعني دركا هذو راهم في عام، والبلاصة اللي تروح لها يطلب لك وثيقة شهادة الوفاة. أي ملف في المصالح الاجتماعية يقول لك إلا جيب لي وثيقة تاع شهادة الوفاة، ولا شهادة الوفاة ما عنديش، منين نجيبها؟ المصالح الولائية المحلية كل مشيت للولي الأول 2 مرات ولا 3، نفس الكلام، يهضر معاك يقول لك اودي يهز التليفون ما كانوش، راني نتصل بك روح. شاف سيكتال نفس الشيء، وسط الجمهورية نفس الشيء. يا اخي ذاك ما عبرناش، يعني كي نجيو بصراحة هاي العزوز كتعدو نهار 3، هاي كتعدو روحي. احنا المهم كي تجينا كاش حاجة نخبرو في عام، راهم دوكا خلاص راهم لحقوا عام. نداء للسيد رئيس الجمهورية، ولو يعني يؤسفني كثيرا أن أضيف هذا العبء على عاتقكم رغم مشاغلكم الكثيرة ومسؤولياتكم الكبيرة، راجيا من فخامتكم منحي لفتة خفيفة تنصفني فيها وتسهل علي الحصول على حقوق حفدتي المغدورين في والدي في قضية بير الحلو بمنطقة الصحراء الغربية من طرف القوات المغربية، حيث أنني ولحد الساعة لم أتحصل على شهادة الوفاة لابني الأرباوي إبراهيم وزوج ابنتي حميدة بومدين. وهذه الوثيقة مطلوبة في كل الإدارات لأجل الحصول على ما تجود به دولتنا على الفقراء، مع العلم أن والد حفدتي لا يملك شيء وكان مجرد سائق لدى الخواص، حيث أنني توجهت إلى جميع السلطات العسكرية والمدنية محليا ولائيا، إلا أنني لم أتلقى أي جواب شافي. سيدي الرئيس، معذرة إن كنت قد سببت لكم إزعاجا بهذا الطلب وأخذت من وقتكم الثمين المسخر لأمور الكبرى للوطن. وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد. تقبلوا منا سيدي فائق الشكر والاحترام. لك هذو خرجوا على قانون، خرجوا بورقي، خرجوا عندهم جوازات السفر، عندهم كلش، معناها ما كان عندهم حتى ذنب اللي يقتلوهم عليه. اليوم رانا شهادة الوفاة راها في عام، ما بينوا لنا حتى شيء. اليوم رانا نطالبوا في رئيس الجمهورية يسووا لنا الوضعية تاع الوفاة. الأرباوي تناشد السيد رئيس الجمهورية إعطائهم وثائق المغدور بهم بئر الحلو بالصحراء الغربية، الشهيدين حميدة وإبراهيم. عائلة أرباوي تطالب رئيس الجمهورية بوثيقة فقط، شهادة الوفاة، ما هم طالبين حتى حي، طالبين شهادة الوفاة. راهم مخلين ولاد، هذا حق إنساني، ما يطالبوا بكم بحتى حي. راهم أي حتى في المدرسة راهم طالبوهم بشهادة الوفاة للتلاميذ من أجل الحصول على المنحة، من أجل الحصول على التمدرس، كاين هاد الصوالح. كممثل جمعية حقوق الإنسان وكناشط جمعوي مدينة أفلو، تعاطفت وتعاطفت كأي جزائري مع القضية تاع شهداء الغدر اللي غادرتهم المخزن في منطقة بئر الحلو. نداءنا إن شاء الله نتمنوا من رئيس الجمهورية أنه ينصف هذو الأيتام، عائلات الشهداء إن شاء الله ينصفهم ولو بوثائقهم الرسمية. ونتمنى إن شاء الله جميع السلطات سواء المحلية أو الوطنية أن تلتفت إلى هذه العائلات.